نصيب اسكندريه من السياحه تقريبا يقترب من الصفر. ازاي اسكندريه تبقى بلد سياحي بس يصب في صالح العداله الاجتماعيه؟ انا عايز السايح يجي والقرش اللي هيطلع من السايح الفقير يحس بيه قبل الغني، ما يبقاش الكيكه راحت لاصحاب مجموع من الفنادق او الشركات والغلبان ما وصلهوش من هذه الكيكه حاجه. يا دكتور احنا كان في لقاء سابق مع مستشار السيد الرئيس لمجال المحافظه. نعم. وتحدث عن ان هناك شركتين ستقوم بعمل موازي شركه النظافه، احدهما ستعمل في منطقه راقيه والاخرى في منطقه عشوائيه. نعم. على سبيل التجربه. احنا ليه ما عرفناش مين الشركتين؟ كيف تم التعاقد معهم؟ هل تم التعامل معهم بالفعل؟ مين هيسدد اموال بالنسبه لهم؟ والوضع الحالي هل هو ما زال قائم ام هي مجرد فكره؟ خلوني انا مش مسؤول عن ملف نظافه، لكن عارف معلومات معقوله عن الملف، فبرضه احب حضرتك تعرف. هو الحقيقه الدكتور اسامه الفولي قام بدور بطولي، لانه جه في لحظه من اللحظات لاخطاء داخل الجهاز الاداري لكذا تم انهاء عقد فيولا، وهي رافعه دلوقتي على المحافظه قضيه بالاحتكام وطالبه تعويض 800 لا اقل شويه 60 مليون يورو. يبقوا كام؟ 60 مليون يورو يعني مبلغ مش بسيط يعني. المهم انه شركه نهضه مصر بتقوم بهذا الواجب، بتقوم فيه طبعا مع كثير من التقصيرات اللي بعضها بسبب قله الامكانيات، بعضها بسبب قله الموارد، بعدها بسبب الاداء اللي موجود فينا كلنا من نوع من انواع اللي هي عدم القيام بالعمل على وجهه الكامل.